مشاهدينا مع حضراتكم دايما بنحاول ان احنا نحرص ان احنا نكون مشاركين، نكون قريبين من كل شبابنا اللي بيكرموا على مستوى عالمي، وخاصة في مجال العلم والعلوم والتخصصات الدقيقة. النهاردة بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا أحد النماذج المشرفة جدا، وخاصة إن زي ما قلنا التكريم على مستوى دولي. بيسعدنا يكون معنا دكتور حمادة رزق، مدرس مساعد بقسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي بكلية الهندسة جامعة طنطا، وطالب بالدراسات العليا بالجامعة المصرية اليابانية. صباح الخير يا دكتور وشرفتنا. شكرا. ويعني زي ما قلت كده فعلا بنبقى فخورين جدا بكل المصريين، وخاصة الشباب اللي بيحققوا مراكز متقدمة، وخاصة في مجال العلوم وعلى مستوى دولي. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. فحضرتك قدوة لكل أكيد الشباب، وحضرتك قريب طبعا منهم بحكم يعني تخصصك وعملك في الجامعة. طبعا والله الحمد لله. يعني هو طبعا كان فضل ربنا عليا كبير ان انا يعني انا مدرس مساعد في هندسه طنطا زي ما حضرتك قلتي، وبتعامل مع طلبه كتير. واكيد لما انا بدرس، طبعا كنت بدرس في هندسه طنطا. انا دلوقتي بس بخلص البي اتش دي بتاعتي، الدكتوراه بتاعتي. فطبعا انا معظم الطلبه اللي موجودين انا درست لهم ويعرفوني كويس، ولما بيشوفوا نجاحي فطبعا ده بيأثر فيهم بشكل قوي، خصوصا ان النجاح ده جاي من مش بس في مصر، الحمد لله، تقييم على مستوى العالم. ده بيبقى موتيفيشن كبير ليهم. أكيد. طيب حضرتك هتشرح لنا بقى حضرتك حاصل على المركز الثاني عالميا، ميدالية فضية في المسابقة الدولية لأبحاث طلاب الدراسات العليا في تخصص نظم معلومات الجغرافيا. بالظبط. كلمنا بقى حضرتك عن البحث اللي قدمته واللي على أساسه أحرزت هذا المركز. تمام. انا هتكلم اول جزء على البحث هو بيعمل ايه، وايه يعني ايه المراحل المختلفه لحد ما وصلنا ان احنا نفوز يعني بالجائزه. اول حاجه ان البحث هو بيقدم حل للملاحه او التتبع الاشخاص داخل المباني. فكان الجي بي اس على سبيل المثال ده اشهر حاجه بنشوفها وبتساعدنا كلنا في الملاحه بشكل عام ان احنا نوصل لاي مكان احنا مش عارفينه. ده كويس جدا وهايل وكلنا بنستخدمه، ولكن جوه المباني ما فيش جي بي اس، لان ما فيش اشاره مع الساتلايتس. الاشاره بتتقطع نتيجه ما فيش اشاره بشكل مباشر جوه المبنى مع الساتلايتس بتاعت الجي بي اس. فاللي بيحصل ان احنا مثلا في مولات كتير، في مباني النهارده، كل المباني اللي هي متعدده الطوابق اللي بيبقى محتاجين اسعاف مرضى، حد بيجي له هارت اتاك فمحتاج يتصل بشكل مباشر بالاسعاف، او محتاجين نحدد المواقع بتاعته، محتاجين نحدد المواقع بتاعتنا جوه انا بعت اللقطات يعني اللي بتوضح برضو مع كلام حضرتك. بالظبط. زي ما حضرتك شايفه كده ال السيستم، يعني الشخص بيمشي والسيستم بيقدر يتتبع المكان بتاعه. ده احد الاستخدامات، ان انا اقدر اتتبع الحركه، او ان هو يديني الملاحه. انا بقول له المكان اللي انا عايز اروحه ويقول لي الاتجاه، امشي يمين شمال زي الجي بي اس بالظبط. اوكي. فده بيفيدنا كتير جدا لما يبقى في مول كبير مثلا، فانا محتاج طبعا. اوصل لمكان مش عارف اوصل له ازاي. او انا واحد من الناس لما دخلت مول كبير مره فعملت ركنت عربيتي فمش عارف اوصل لعربيتي تاني. ودي شهيره جدا. فدي حاجه صعبه جدا ان انا اقعد 3 ساعات ادور على عربيتي فين. تمام. فكنا محتاجين حل للملاحه وللتتبع داخل المباني. تمام. فالسيستم بيقدم لنا الحل ده. كان فيه اقتراحات قبلنا، ان في ناس كتير قدمت حلول، ولكن احنا الحل بتاعنا ده بيدي نتائج احسن من السيستمز اللي اقترحت في البحث العلمي قبل كده، بدقه احسن من الدقه اللي كانت قبلنا 202%. طيب هنرجع لده بس بعد هذا الخبر العاجل، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم على الإرهابي هشام عشماوي. نكمل. تمام. فالدقة بتاعت السيستم بتاعنا أفضل. الحاجة التانية إن هو مش بيحتاج تكلفة أعلى عشان لبنائه، وبالتالي نقدر ننفذه عندنا هنا في مصر، نقدر ننفذه في أي دولة بره، فالتكلفة أقل. وبالتالي هو لما احنا قدمنا البحث ده في أمريكا فلفت انتباه الناس كلها، والناس كلها حبت لا احنا عايزين نطبق الكلام ده. واحنا الحمد لله عشان يعني البحث ده كان جزء
مشروع تحت اشراف وزاره الاتصالات او الهيئه القوميه لتنظيم الاتصالات. وبرضو احنا الحمد لله تقدمنا بتسجيل اختراع في مكتب براءات الاختراع هنا في مصر، بحيث ان احنا نحفظ حق عن الموضوع ده. طبعا عن بحيث ان احنا نحفظ حق يعني حق البلدنا مصر في طبعا هذا الاختراع بالظبط. لان يعني الفكره لان احنا في الاخر بننشر البحث، فالناس ممكن تاخد البحث تطبقه. فلما نبقى مسجلين براءة اختراع فمحدش يقدر يعمل الكلام ده، لازم يرجع لنا وياخد موافقة كتابية من الناس اللي متسجل باسمهم الاختراع. دي حاجة. تقدمت المسابقة ازاي؟ انا تقدمت المسابقة طبعا هو لازم اتقدم قبل المسابقة مثلا ب8 شهور قبل ميعادها، فبنكتب البحث ونقول والله احنا النتائج اللي وصلنا لها كذا وكذا وكذا، والبحث عبارة عن كذا، ونشرح. ولو كان وفي لجنه تحكيم بتحكم كل الابحاث اللي بيجي لها على مستوى العالم، المؤتمر كبير جدا. نسبه قبول الابحاث حوالي 15%، فيعني 15% بس من اللي بيقدموا، كل المتقدم هو اللي بيتقبل. وبعدين بيختاروا ال 15% دول، بيروحوا دول ما كسبوش، دول بس يعني تم انتقائهم ان هم دول يجوا هيشاركوا دول هيشاركوا، بحيث ان هم يعرضوا البحث ويعرضوا النتائج بشكل عملي بحيث ان الناس تقتنع ويقدر. ولجنه التحكيم بتحكم مره تانية بحيث ان هم يختاروا من كل الناس اللي ترشحوا، يختاروا بس ال3 الفايزين. تمام. فده كانت المرحله الثانيه، كان في شيكاغو في امريكا في نوفمبر اللي فات. فالحمد لله يعني انا برضو كنت من كان مين الدول بقى اللي مع حضرتك؟ مع مصر يعني؟ كان دول كتير بس على الثلاثه اللي كان الصين وامريكا. دايما الصين وامريكا وان شاء الله مصر بقى يعني طبعا يعني حضرتك يعني واحرزت كمان يعني المركز مكانه متقدمه، المركز الثاني يعني. الحمد لله. هو يعني هم الناس حتى لجنه التحكيم في الاخر لما كانت بيقيموا بيقولوا كان التقييم صعب جدا، ولكن يعني احنا مركز اول وثاني وثالث. برضو في حاجه انا برضو يشرفني ان انا اقولها مع حضرتك. الحمد لله يعني انا كملت شغلي والحمد لله. كان في بحث تاني بعد البحث ده. البحث ده اتبعت في مؤتمر، اقوى مؤتمر في البريفيسيف كومبيوتنج في العالم، برانك اي ستار. ده صعب جدا ان حد يتنشر له بحث فيه. الحمد لله البحث بتاعنا اتقبل ان هو اللي نشر في المؤتمر ده ان شاء الله هيبقى في الشهر ده 22 مارس، هيبقى في تكساس في امريكا. ومش بس الحمد لله البحث بتاعي اتقبل، ولكن البحث بتاعي مع بحثين تانيين اترشح ان هو يبقى افضل بحث للعام ده في المؤتمر. فدي حاجه، دي يعني افضل بحث في مؤتمر قوي بالشكل ده يمكن اعلى تقييم لاي باحث موجود. والحمد لله ان برضو البحثين المرشحين مصر رقم 1، ويمكن احنا اعلى تقييم، ثم امريكا، ثم الصين. هنا التقييم قبل المؤتمر، هم دول افضل 3 ابحاث يتم تقييم قبل المؤتمر. بس ال3 يعني هيختاروا من ال3 بس. التقييم في تقييم قبل وفي تقييم بعد فهم دول افضل 3 ابحاث للعام ده في المؤتمر بتاع Pervasive Computing ان شاء الله في تكساس في امريكا 22 مارس. حضرتك يعني اتجاه دلوقتي نقدر نقول حتى السيد الرئيس كان واجه بكده، لو في جامعات جديده هتنشأ يبقى في التخصصات الجديده، في المجالات الجديده، طبعا. في الساينس، في الحاجات اللي هي الذكاء الاصطناعي العالم كله. فهنا حضرتك يعني، واكيد في شباب مصريين طبعا، ويمكن انا اتقابلنا مع شباب يمكن في ثانوي ويمكن ولكن بيشتركوا في مسابقات عالميه وبيحرزوا طبعا مراكز برضو في مجال الهندسه والسيارات وكذا، وبيعملوا يعني بيعملوا نتائج كمصر باقل امكانات ويحققوا مراكز عاليه جدا. تمام. فده بيديني صوره ان احنا داخلين فعلا في هذا المجال بشكل رائع وبشكل جيد وبشكل قوي، وعندنا القوى البشريه اللي هم الشباب والعقول اللي هي مقبله على ده. طبعا احنا مبدئيا الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجي اللي هي
بتبقى عامله ثوره النهارده في اللي العالم. جايه خلاص يعني، تمام. هي العالم لا، اللي هي جاي. اوريدي احنا فيها. لا انا قصدي القادم بقى، العالم بالظبط، كله رايح بالظبط. لها او هي كل جايه عليه. احنا الناس على مستوى العالم النهارده بتحاول تخلي كل حاجه بالتكنولوجي وبالذكاء الاصطناعي. استخدام البشر في تنفيذ الاعمال اليوميه ما عادش موجود. تمام. انا موجود في اليابان بقالي اكتر من 9 شهور الفتره اللي فاتت. كل حاجه ماشينز. البشر مهمتها ان هي تفكر عشان تعمل ماشينز بمستوى متقدم او بذكاء اصطناعي. احنا الحمد لله، وده انا شخصيا ما كنتش مقتنع بيه غير لما سافرت بره، ان يعني ان احنا كويسين جدا وان احنا اقوياء جدا. انا واحد ناس قبل ما اسافر بره كنت عارفه حضرتك، الناس بتقول لك انت شاطر، بس ماشي، ما هو اساتذتك هنا بيقول لك انت شاطر، بس بتطلع بره والناس بره تقول لك، الناس بره ما بتجاملش، ما فيش. صحيح. فالناس بره يا لا، ولما الناس بره بتقول لك انت شاطر وانت انوفيتيف وانت كرييتيف وانت مبدع. طبعا حقيقي. فبتديك سيلف كونفيدنس، بتبقى واثق من نفسك، واثق ان من اللي انت بتتعلمه واللي الاساتذه بتاعتنا علمته لنا واللي احنا بنعلمه للطلبه بتاعتنا. لا، احنا بنعلم حاجه كويسه، والطالب هو احنا بس محتاجين نبذل مجهود. وده اللي انا يعني كنت حريص ان انا اعمله من يعني في طول ما انا بشتغل او طول ما انا بعمل الابحاث، ان انا بشتغل باكبر عدد ممكن من القوه او من الطاقه. يعني هقول لحضرتك ابسط مثال، انا كنت بشتغل في اليابان 18 ساعه في اليوم. تمام. وهنا في مصر انا كنت في الجامعه اليابانيه بشتغل اكتر من 12 او 15 ساعه في اليوم. تمام. لدرجه ان الحرس بقوا عارفيني هو ده اللي بيجي بالليل ونفتح له البوابات. فهو الفكره كلها ان احنا محتاجين نشتغل ونبذل مجهود، لان يعني الناس في العالم بره بتشتغل. لما رحت اليابان انا كنت بشتغل في مصر مثلا 12 ساعه او 15 ساعه، لما رحت اليابان لقيتهم على الاقل مينيمم بيشتغلوا 12 ساعه في اليوم. فقلت لا، ما هو انا لازم يعني ما عشان اتفوق مش محتاج ابقى ذكي بس، محتاج اشتغل كتير بذكاء. فبدات اشتغل عدد ساعات اكبر، واحاول ان انا برضو اشتغل بذكاء بحيث ان انا اسبق. فبالتالي يعني الحمد لله في اليابان وفي الاماكن اللي انا زرتها يعني كان التقييم رائع، واعتقد ان انا سبت بصمه. يعني الناس بره، يعني انا شفت فيديوهات الناس بتتكلم عني وعن شغلي. الحمد لله، يعني بتهيألي ان احنا يعني كل المصريين، وانا مش احسن من الناس، بالعكس انا شايف ناس كتير احسن مني ومن زملائي وعندهم امكانيات عظيمه، بس احنا محتاجين نستغل الفرص. حضرتك يعني في كلامك قلت لما سافرت اليابان، ايه اللي حابب حضرتك ان هو يبقى موجود وتنقله؟ ثقافة مثلا الإخلاص في العمل دي، ثقافة إن أنا أشتغل كتير بذكاء، مش مجرد إن أنا أشتغل كتير فهنجز أكتر فهتقدم أكتر. فكرة تقديس قيمة العمل ونقلها للشباب مثلا. والله يا فندم، أنا الحمد لله في الفترة اللي فاتت أنا سافرت دول كتير جدا. يمكن أكتر شعب يعني أثر فيا كان اليابان، وانا وبرضو امريكا. يعني الشعبين دول انا رايح وعارف ان الدول دي غنيه، فكنت متخيل ان مستوى الرفاهيه هناك هيبقى احسن والناس مرتاحه. لقيت بالعكس، الناس بتشتغل كتير جدا، الناس بتشتغل كانهم فقراء، بيشتغلوا بكد وبدقه وباتقان. يعني الناس في اليابان شيم جدا او عيب قوي ان انت واحد يعمل شغل ولو قلت ويطلع فيه ديفو او يطلع فيه تعليق. لو انا بجيب طالب او بجيب زميل واقول له والله انا شايف العيوب دي في الشغل بتاعك، يعني ممكن يقعد ايام ما ينامش لحد ما يصلح. هم عندهم الدقه في الشغل حاجه هايله. ما فيش بقى فكره ان احنا ما بناخدش مرتبات كافيه، ما فيش فكره ان احنا كل الحاجات اللي احنا يعني يعني في قيمه العمل مقدسه، قيمه العمل مقدسه. ومش بس يعني ممكن يبقى بيشتغل 12 ساعه في المعمل وعنده بيشتغل بارت تايم جوب، يروح يقف يبيع في محل بعد الشغل. وده انا لمست كل الناس اللي كانت، كل الطلاب اللي كانوا معانا في بيدرسوا بيشتغل الصبح في المعمل طول اليوم لحد مثلا بالليل، ويخرج بالليل عنده مثلا 4 ساعات بارت تايم جوب، بيشتغل يبيع في محل، يمسح في مكان.
هو ده الحياه بتاعته. فهو في الاخر الحياه اتقان عمل، الحياه ان هو عايز يعمل حاجه بافضل شكل ممكن. تمام. طبعا ما فيش بقى بقشيش، ما فيش الكلام ده، لا. الناس انا بشتغل باتقان عشان شغلي، مش عشان حاجه تانية، مش عشان أي تكريم، حاجة. مش عشان تديني فلوس اكتر، لا، لان انا ده عمل مكلف ليا فانا لازم اقوم. مش عايز اقوم بيه بشكل متقن، مش هقوم بقى خلاص، مش ما اقومش بيه، ارفض العمل بالبدايه. فهنا يعني في الختام نصيحة من نموذج مشرف زي حضرتك لكل الشباب: اتقان العمل، اعطاء للعمل قيمته الحقيقية والدقة، لان اتقان احنا العمل، ربما نفتقد شوية لقصة الدقة. بالظبط. والناس تهتم بالحاجات اللي تدرس لها. طبعا كل كلمة وكل معلومة احنا بندرسها ليها قيمة وليها تمن، بيزيد على تمن الشخص. لما بتبقى ليك سالري معين، السالري بتاعك ده بيفرق على حسب انت بتعرف ايه. صحيح. فكل ما تعرف اكتر وكل ما تتعلم اكتر، كل ما يبقى السالري بتاعك وكل ما تبقى قيمتك احسن، قيمتك اعلى. بالظبط. دكتور شرفتنا وشكرا ربنا يبارك جزيلا، في وان حضرتك. شاء الله دايما في مرات قادمه مع احراز نجاحات قادمه تكون مشرفنا وتكون معانا قدوه لكل الشباب المصريين. ربنا يبارك في حضرتك. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ضيفنا اللي شرفنا النهارده دكتور حماده رزق، مدرس مساعد بقسم هندسه الحاسبات والتحكم الآلي بكليه الهندسه جامعه طنطا، وطالب بالدراسات العليا بالجامعه المصريه اليابانيه، وزي ما قلنا اللي احرز يعني المركز الثاني عالميا في مسابقه من المسابقات العلميه المهمه، واللي زي ما قلنا رفع اسم مصر او وضع مصر في مصاف الدول اللي بتتبارى وبتتسابق في العلم والجديد. ده املنا كل شبابنا يكونوا كده، وده املنا ان مصر تبقى دايما في وسط المحافل العلميه الدوليه اسمها واضح واسمها منور، وده اللي احنا بنتمناه في المستقبل ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا، نقابلكم الاسبوع القادم على خير، وغدا اسره جديده، الى اللقاء.